يلعبوها لقدام. اخو عبد الله فاروق على فكره لاعب اتحاد الشرطه اللي كان بيلعب في النادي الاهلي، وتتلعب في منتهى الخطوره، خطا مش ممكن، جول جول جول، خطا غريب، وعلى طول مكي بيسجل مع اول 5 دقائق في مرمى النادي الاهلي. انما بيرجعوا الكره مدافعي النادي الاهلي بشكل يعني نفس اللعبه دي اتعملت في لقاء السوبر، وكان وائل جمعه وحسام عاشور اللي غايب النهارده للايقاف. ادي الكابتن ايهاب جلال مدرب حراس المرمى، وجنبه الدكتور ممدوح المحمدي، واتلعبت الكوره هي وترقيصه حلوه قوي من مكي اللي بيحطها في مرمى النادي الاهلي عشان يولع اللقاء. شديد قناوي رجعها كده وغاب عنه الوعي تماما في اللعبه اللي فاتت. احمد شديد قناوي هو اللي بيرجع لشريف اكرامي وخدها، وبحرفنه مكي يحط الكرة في مرمى النادي الاهلي بعد ما عدى من اكرامي. الراجل لا يسأل عن الهدف لان انفراد كامل بيه، وحب ان هو يقفل عليه المساحة تماما جوه المنطقة. محمد نجيب يطلعها، انما اينو من قدام ال 18، تسديدة جامدة، جول جول جول، مش ممكن. المعتز بالله اينو الجون الثاني لنادي حرس الحدود، مش ممكن. كوره من بره ال 18، لسه بقول اينو فايق وبيعمل لقاء حلو وبيسدد واحده في المقص الشمال لمرمى اكرامي، ما يقدرش يعمل لها اي حاجه عشان حرس الحدود يكرر سيناريو بدايه اللقاء ويسجل مع البدايه في نفس الدقيقه تقريبا، يعني في الدقيقه السادسه اهوت وبدايه الدقيقه السابعه نادي حرس الحدود بيسجل الهدف الثاني في لقاء النهارده. 2 للحدود لا شيء للنادي الاهلي اللي قلت لحضراتكم النهارده لعبته خارج حمدي مع دومينيك، وهيتحرك بقى جديد وبركات من على الاطراف، خلصها لنفسه في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. الكره اللي فاتت احمد مكي، مش ممكن، عرضيه حلوه من صبري واحمد حسن مكي بيسجل في النادي الاهلي 3 دون مقابل. نتيجه كبيره على النادي الاهلي النهارده. اتعملت العرضيه من الجبهه اليمين واخطاء دفاعيه للنادي الاهلي بتحمل الفرقه النهارده اجوان. شديد قناوي في الشوط الاول، وادي برضو الشوط الثاني بعد ما النادي الاهلي كان رايح بهجمه مؤثره، صبري يخلق هجمه وفرصه لفرقته من الجبهه اليمين. ادي الحكايه من اولها، وادي احمد صبري اللي دخل منطقه الجزاء، وشديد قناوي اللي وقع وضم محمد نجيب عليه عشان يقطع. سهله لاحمد مكي اللي بيحطها عشان يجيب الجون الثاني ليه في اللقاء النهارده، والجون الثالث لحرس الحدود اللي بيعملوا عرض كبير وعرض اكتر من رائع امام النادي الاهلي على ملعب برج العرب. 3 دون مقابل لحرس الحدود.